السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ انا ام محمد، فاكريني ولا لا؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايب قلبي، انا قبل ما اطلع فوق عايزه اوريكم حاجه بسيطه معلش. بصوا الفراخ، بصوا الفراخ البلدي اكنها ايه، بطايه. من ايه بقى؟ من عند ربنا الاول ثم الاكل بتاعها. اكلها نظيف، تنضفيها، نضفي اكلها. لحمها بيبقى احمر زي ما انت شايفه، لحمها بيبقى احمر ماشي. بتديها ايه بقى؟ بتديها اكل وعلف وملح ونظافه وكل حاجه. بناء عن ده بيبقى ايه بقى؟ الفرخه الله اكبر اكنها بطايه، اكنها وزايه، تكبر. الفراخ البلدي بالذات بتكبر، تكبر وتبقى جميله، تبقى حلوه كده. اهم شيء الاكل واهم شيء النظافه، اهم شيء اكلهم هم يعني، اكلهم هم. بصوا انا بحاول للعيال، بصوا اهو، فرختين كبار حلوين خضار بالاكل والشرب. بصي بحط ليمون برضه عشان ميبقاش فيه زفاره. كده كده مفيش زفاره. ليه بقى مفيش زفاره؟ عشان انا وانا باكلهم تملي بحط لهم ملح، تملي بحط لهم علاج. ممكن اعصر لهم ليمون، ممكن اعصر لهم، ممكن اكلهم ليمون، ليمون اخضر بقشره. بصوا الخل، ممكن احط لهم ميه في الخل. الميه في الخل مش وحشه، بتدي تطهير المعده. زي ما احنا بناخد دواء بيطهر المعده، هما برضو بياخدوا ايه. احط لهم خل، احط ملح، احط ليمون، احط زي ما قلت لكم، احط قشر بصل، بحط قشر بصل وبحط ليمون، بحط كل حاجه. وما اجي انضفهم بحط برضو الحاجات دي كلها. وانا هطلع فوق وانتوا هتطلعوا معايا وهتشوفوني ان شاء الله فوق وانا بحط الاكل، بحط كل حاجه. سلام عقبال ما اطلع لكم فوق.